الاتحاد ما حد يحتوي الثاني. مشكله مثلا بين الرئيس بين النائب، مشكله بين الاعضاء. تخيل اعضاء الاتحاد يشتكون على رئيس الاتحاد بلجنه الانضباط. رئيس الاتحاد يشتكي على الاعضاء بلجنه الانضباط. رئيس الاتحاد يدز للفيفا كتاب حتى تتاجل الانتخابات. فانا في وجهه نظري مو تنجح انك انت تسوي دوري على ورق، مو تنجح انك انت تربط مستقبلك ومستقبل الرياضه العراقيه بمنتخب مقرون بنتيجه منتخب. انه المنتخب اذا صعد المنتخب لكاس العالم احنا نجحنا، اذا ما صعد المنتخب لكاس العالم احنا فشلنا. اوكي جزء، بس لكنه انت هاي السنين اللي انت كنت تشتغل بيها المنتخب من كان يلعب، احنا كلنا كنا نحلل التصفيات صح ولا لا ابو محمد؟ هل كان مستوى المنتخب مطمئن للجمهور العراقي؟ ما كان مطمئن. فاذا انت كان اكو عمل دا تشتغله عمل خطا. مساله تجديد المدرب واكثر من مره، يعني حتى يونس طلع قال اسالوا منو اللي جدد، قولوا منو اللي سوى، قولوا. فانا اشوف كمتابع من الخارج، انا اشوف انه فشل لانه انا في وجهه نظري ما اريد اقول يعني ارميها كلها بحضن كابتن عدنان. كابتن عدنان اخ عزيز واب انا احترمه لابعد الحدود. ما اريد انا اقول الكل القاده، انتم كلكم انتم مو اعضاء، انتم كلكم قاده، لانكم انتم تمثلون 45 مليون عراقي، انتم تمثلون جمهوريه كره القدم العراقيه، فانتم مو اعضاء، مو بالرئيس ونائبي واعضاء، لا كلكم رؤساء اللجان. انا في وجهه نظري القاده الحقيقيين انه يحتوون بعض، القاده الحقيقيين انه ما تطلع المشكله خارج المنظومه.